طب هسألك سؤال أخير يعني إيه أغرب الطلبات اللي بتجيلك من الرجالة والستات وإنت بترفضها؟ طيب الرجاله بالذات الليب فيلرز كتير قوي برفضه في انديكيشنز كده معينه. يعني أنا عندي حق أهو، الناس بتتكلم عنه أهو. برفضه لو هو هيدي الشكل اللي انا شايف ان هو مش هيبقى مظبوط ومش حلو، وما ينفعش انا ابقى بحقن الحقنه دي وتبقى انا اللي حقنتها في الاخر. ده برضو في الاخر حاجه مش هتبقى شكلها لايق على البيشنت. لا وخصوصا بقى لو طلع قال ده دكتور رائد اللي عملها. ايوه دي مشكله بقى يعني. فالليب فيلر صراحه برضو من الحاجات اللي ممكن تكون مستغربه شويه في الحته دي. بس انا كتير ممكن احقن ليب فيلر خفيف قوي عشان يديني هايدريشن ويحسن البيجمنتيشن في اللبس. فممكن نعمل حاجه زي كده، وده فعلا بيبقى مفيد وثيرابيوتيك وبيبقى فعلا البيشنت محتاجه. يعني ايه طلبات غريبه يعني غير منطقيه للستات قابلتها؟ اول طلب وتقريبا كلنا، انا عايزه ابقى شبه البيشنت، شبه الصوره دي، الشكل الفلاني ده، عايزه اعمل حاجه شبه دي. ودي حاجه بقى فعلا بتبقى صعب انك تمشي وراها، لان اخر اللاين ده مشكله. بمعنى انا لو مشيت ورا طلبات البيشنت وهي مش مناسبه ليها، اول حد هتلومه الدكتور، هتقول له انا ما اعرفش، انت الدكتور، انا صح. انا قلت لك انا عايزه دي، لو هي مش مناسبه ليا قول لي انها مش مناسبه.